5 اعراض لو بتعاني منهم اعرف ان انت كده بتعاني من مرض اسمه ميتابوليك سندروم او متلازمه الايض. تابع الفيديو للاخر عشان تعرف ايه هي الاعراض دي. رقم 1 ارتفاع نسبه سكر الدم. رقم 2 الدهون الزايده في منطقه البطن والخصر اللي بنسميها الدهون الحشويه. رقم 3 ارتفاع ضغط الدم. رقم 4 ارتفاع نسبه الدهون الثلاثيه في الدم. رقم 5 هو انخفاض نسبه الكوليسترول الجيد. للاسف الحالات دي لو ما تعملهاش كومبليت كنترول سواء باللايف ستايل الغذائي الصحي او بالحركه والرياضه وطبعا بالادويه، بتبقى عرضه اكتر للامراض المزمنه زي امراض السمنه والقلب والشرايين والضغط، وكمان حصوات المراره والكبد الدهني وتكيسات المبايض. طيب في الحاله دي اروح لمين؟ اروح لدكتور التغذيه ولا اروح لدكتور الباطنه؟ لا، في الحاله دي تروح لدكتور الباطنه، لان هو دلوقتي اللي محتاج يعمل لك كنترول بالادويه على الحاله دي عشان ما يحصلهاش تطور. اما دور اخصائي التغذيه ان هو يظبط لك اللايف ستايل الصحي بتاعك ويظبط لك اكلك وعجز سعراتك عشان يقلل لك مستوى الدهون الحشويه ويقلل لك مستوى سكر الدم. طب ان كيس ان انت رحت الاول دكتور التغذيه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا بعمل لك اللايف ستايل الغذائي الصحي بظبطه لك تماما، بس لازم اريفير لدكتور الباطنه عشان يظبط لي الاول بالادويه ويعمل كومبليت كنترول على الحاله، بحيث ان انا بعد كده اعرف اتعامل، لان الموضوع بياخد وقت. نزول الدهون الحشويه بالذات بياخد وقت، فبالتالي مش هينفع نعتمد على اللايف الغذائي الصحي بس، لان ده محتاج وقت. فلا، محتاجين نعمل كنترول على النسب دي الاول مع الفيزيشن بالادويه، وبعد كده احنا بنبقى مع بعض بناخد وقتنا لحد ما بننزل مستوى الدهون الثلاثيه ومستوى الدهون الحشويه باللايف الغذائي الصحي. 4 تحاليل بنعملهم قبل ما تروح للدكتور بتاعك. HbA1c ده السكر التراكمي. فاستنج انسولين ده المستوى الانسولين وقت الصيام. فاستنج جلوكوز وده مستوى الجلوكوز وقت الصيام. رابع حاجه ليبيد بروفايل، وده بيبقى شرح كامل او وصف كامل لحاله الدهون في جسمك سواء الدهون النافعه او الدهون الضاره. ولو محتاجين تعرفوا ايه هي الريفرنس رينج للتحاليل دي وعاوزين تطمنوا على نفسكم قبل ما تروحوا للدكتور ابعتولي وانا ارد عليكم.